شايفين السندوتشات القمر دي؟ مش عايزه اقول لكم بقى قد ايه هي كريسبي وحاجات كده بسيطه. في البيت عملنا احلى سندوتشات اكلنا عيالنا بره بس في البيت. سندوتشات البطاطس بالتوميه، سندوتشات البطاطس السوري كده، مين بقى فينا ما بيحبهاش بالتوميه الخطيره دي؟ مكوناتها سهله وبسيطه خالص ومش مكلفه، وفي نفس الوقت بقى صيامي للناس اللي صايمين بجد تحفه. تعالوا بقى هنا بينا على الطريقة. اول حاجة انا بسلق بطاطسية واحدة، وحمرت طبعا بطاطس. على ما البطاطسية تتسلق كده تعالوا نعمل النشا بالمية. حطيت كوباية الا ربع كده من المية، وحطيت عليها كوباية من النشا. هقلبهم الاول على البارد لحد ايه ما يكونوا معايا كده، يعني تبقى كريمي كده ومتماسكة. هوريكم شكلها. بجد 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 طريقتها سهلة وبسيطة خالص، ومش عايزة اقولك بقى الريحة ولا الطعم. بجد خطفت عيالي كده، يعني بجد اكلة فظيعة. انا عيالي من عشاق سندوتشات البطاطس السوري. عملتها لهم النهاردة بقى في البيت بطريقة سهلة جدا. امشوا معايا خطوة خطوة كده بجد هتاخدوا احلى نتيجة. انا هنا ولعت النار كده وموطياها. بعد ما دوبتها الاول دوبت النشا مع الميه على البارد، وبعد كده ايه هفضل اقلب كده لحد ايه ما تكون معايا يعني بصي خليط كده زي كريم. تمام. على ما يبرد بقى اللي احنا عملناه النشا بالميه والبطاطسايه كمان. هنا حضرت الخضار بتاعي اللي هحطه على البطاطس. بصلايه كده قطعتها شرايح رفيعه، وطماطم وخس كده كابوتشا. هنا حطيت في الخلاط بتاعي الخليط بتاع النشا والميه، وحطيت البطاطسايه اللي سلقناها، وحطيت عليها معلقه توم كبيره مفرومه، وحطيت ربع كوبايه خل، وحطيت عصير ليمونتين، وحطيت نص كوبايه ميه في الاول. تمام كده في الخلاط اهو كله سهله. يعني بصي مفيش اسهل من كده. الاول حطينا الخليط اللي عملناه من النشا والميه والبطاطسيه المسلوقه، وحطينا عليها ربع كوبايه خل وعصير ليمونتين ونص كوبايه ميه وضربت. بصي الخليط هنا معايا تقيل ازاي، فهزود نص كوبايه ميه كمان اهو زي ما انت شايفه كده. انا الخليط ده خد معايا بالظبط بالظبط كوبايه وربع من الميه او كوبايه ونص. انت طبعا بتشوفي القوام اللي انت محتاجاه. هوريكي برضو قوامه في الاخر. هرجع اضرب تاني في المكونات. لسه ما كملناش على فكره. عندي هنا بقى بعد كده نص كوبايه. هنا هحط ملح، هظبط بقى الملح بتاعها. اخر حاجه هحطها نص كوبايه من الزيت. هحط حبه بحبه كده اهو. نص كوبايه دي اخر حاجه من الزيت. يبقى الاول ضربنا خليط النشا مع بطاطسايه مسلوقه مع ربع كوبايه خل وعصير ليمونتين، ومعلقه كبيره كده من الثوم المفروم. ضربناهم حلو مع نص كوبايه ميه، وبعد كده زودنا نص كوبايه ميه كمان. بعد كده ظبطنا الملح وحطيت نص كوبايه زيت. مش هحط اكتر من نص كوبايه زيت. بصي حطيتها حبه بحبه كده اهو. لقيت الخليط بتاعي تقيل فهتزودي ايه ميه تاني. انا زي ما قلت لك خدت مني حوالي كوبايه وربع او كوبايه ونص من الميه. بصي القوام بتاعها حلو ازاي اهو. ولا تقيل ولا خفيف، مظبوط. هنا بقى عندي البطاطس اللي حمرتها. عندي هنا بصلايه كده صغيره مقطعاها جوانح كده رفيعه، اهم حاجه تبقى رفيعه خالص. وهنا عندي طماطمتين كده مخرطاهم قطع صغيره وشايله القلب بتاعهم. حطيتهم برضو على البطاطس. تمام كده. لو عندك بقدونس يا جماله بجد والله، بس انا للاسف ما كانش عندي. هنا حطيت التوابل. حطيت بابريكا، حطيت معلقه كبيره مليانه من بهارات الشاورما. دي بقى السر كله في المعلقه الكبيره بتاعت بهارات الشاورما دي، بجد بتودي الوصفه في حته تانية. وعايزه اقولك ان انا حطيت كمان فلفل اسود وكمون وظبطت الملح بس ما تصورتش يعني. قلبتهم كده تقليبه حلوه مع بعض زي ما انت شايفه. بجد تتاكل كده اصلا. يعني عايزه اقولك ان انت ممكن تعمليها سندوتشات كده. انا عيالي كانوا بيخطفوها كده من الطبق من جمالها. بجد معلقه الشاورما اللي انت هتحطيها بهارات الشاورما بتوديها في حته تانية. هو ده السر بتاع سندوتشات الشاورما، بجد بتبقى خطيره. لحد هنا الطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهي اصلا الطريقة سهلة خالص. هنا عندي عيش الشاورما او عيش السوري او عيش الصاج اهو.
بس انا كان خفيف معايا فهحط واحد تاني عليه. تمام. اول حاجة بجيبه كده وبحط عليه بقى معلقة كبيرة او معلقتين كبار بقى من التومية الخطيرة اللي احنا عملناها بقى، ولا زبادي بقى ولا اي حاجة. بصي طريقتها سهلة وبسيطة. حطينا بقى البطاطس بقى بالخلطة اللي احنا عملناها الجبارة دي، وعندي هنا جبن، وعندي هنا الخس بتاع الكابوتشا، وعندي هنا جبن، دي جبنة موتزاريلا نباتي يعني صيامي. تمام. اهو للناس النباتية دي جبنة موتزاريلا نباتي، بقت متوفرة على فكرة دلوقتي في كل حتة تقدروا تجيبوها. تمام. هنا بقى هقفل الرغيف الشاورما بتاعي، هقفله من الجناب وهبرمه كده. عايزه اقولك ان هو كان خفيف خالص فتقطع معايا، فانا هجيب واحد رغيف تاني وهقفله برضو ايه، هقفله بيه. تمام. عشان انا لو رحت بيه على الطاسه كده هيتبهدل مني. اهو بصي زي ما انت شايفه جبت رغيف تاني وقفلته بيه. عايزه اقولك ان في محلات بيحطوا رغيف شامي جوه جوه عيش الشاورما، يعني بيجيبوا كده رغيف شامي كده بيفتحوه وبيحطوه جوه رغيف العيش السوري عشان ما يتفتحش منهم. بصي شكله خطير وبجد طعمه كان فظيع. عايزه اقول لكم ان عيالي طاروا بجد بجد من الاكله دي، عجبتهم جدا جدا. بألف هنا وشفا عليهم يا رب. بصي اكله سريعه وسهله ومش مكلفه وخطيره بجد فظيعه. عملت معاكم اهو واحد تاني، حطيت التومية وحطيت عليها خلطة البطاطس اللي عملناها، وحطينا عليها الكابوتشا، وحطينا كمان الجبنة الموتزاريلا الصيامي او النباتي. هقفله اهو، هقفله من الجناب الاول كويس، وبعد كده ايه هقفل عليه حلو قوي. بصي برضو ده اتفتح معايا، فبرضو هجيب رغيف عادي وايه وهحط. فما تقلقيش خالص لو اتفتح معاكي، حطي واحد تاني يعني هتلاقيه ظبط معاكي وبقى زي الفل ومش هيتفتح. بجد اكله كانت خطيره. يلا بقى تشجعي، خرجي ولادك جوه البيت واعملي لهم احسن سندوتشات بطاطس سوري بالعيش كده السوري، بجد كانت خطيره. هنا بقى بعد ما خلصت الكميه عندي طاسه، حطيت فيها كده حبه زيت حلوين، معلقتين كبار كده من الزيت، وسخنت الطاسه وهنزل بقى ايه بالسندوتشات بتاعتي اهو. تمام. هتاخد لون حلو بقى ومقرمشه وكريسبي خطيره بجد، هتوديها كده في حته تانية. تقدري تحطي الحشوه اللي تحبيها. بجد انا سهلت عليكم الدنيا وعملتها، عملت كمان معاكم التوميه بطريقه سهله خالص وبسيطه بجد والله. كمان هتشمي ريحتها كده وانتي بتعمليها، كانت خطيره. بصي بصي شكلها وخدت لون حلو كده من كل الجناب، قلبتها من كل الجناب اهو، قرمشه بقى وكريسبي وخطيره. بصي شكلها من جوه اصلا. وكمان التوميه بصي بعد ما خلصت كمان قوامها حلو ازاي. القوام ده انت اللي بتتحكمي فيه، فما تقلقيش خالص يعني. زودي الميه زي ما هي ايه محتاجه. بجد كانت خطيره. ولادي جنبي بقى مش عايزه اقول لكم، بألف هنا وشفا يا رب عليهم. بجد جربوا الوصفة والطريقة، بجد هتعجبكم قوي، تعجب ولادكم. بألف هنا وشفا. مكونات سهلة وبسيطة خالص ومش مكلفة، ولا اشترينا بقى سندوتش ب25 جنيه من بره ولا اي حاجة. لا احنا عملناه في البيت بنظافة بقى وبتكاتنا وحركاتنا. بجد كان خطير. يا رب الطريقة والوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى هستناكم بقى بلايكاتكم الحلوة واشتراكاتكم وتعليقاتكم الحلوة كمان، وتشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات جديدة. يا رب وصفتي النهاردة تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش بقى بكلمة حلوة ودعوة حلوة واشتراك ولايك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامة. باي باي.